وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. نهى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عن طاعة الكافرين، وذلك لأن الكافرين يأمرونه بأن يترك الدعوة إلى دينه، وأن يدع الأمر بالتوحيد، وأن يستجيب لطلبهم في أن لا يكون هناك إسلام ولا توحيد ولا دعوة ولا تغيير في الواقع الذي يعيشون فيه، ولو كان واقعا جاهليا مرا بعيدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله كلمة لا ينتبه لها كثير من الناس، وهي قوله: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. هذا يدل على أن الجهاد بالقرآن هو أرفع أنواع الجهاد في سبيل الله. عندما تعلن كلمة الله، عندما يسمع الناس كلام الله سبحانه وتعالى، عندما تبين للناس معاني هذا الكتاب العظيم، عندما يصبر المؤمن على أوامر الله الواردة في القرآن، وعلى إعلان هذا الدين، وعلى الدعوة إلى كتاب الله عز وجل، هذا هو الجهاد الكبير، لأنه الجهاد الغائي، الجهاد الذي من أجله شرع الجهاد بالسيف والسنان والسلاح والقوة والعدة. فنحن عندما نأتي إلى أمة ومعنا سلاحنا وندعوهم إلى الله قبل أن نقاتلهم فيسلمون، لم يشرع لنا أن نرميهم بطلقة واحدة، ولا أن نعرض عليهم سيفا أو نقدم على أذاهم في شيء، لأنهم حققوا ما نريد. إذن فالجهاد الكبير، الجهاد العظيم، هو جهاد الكلمة، جهاد البيان، جهاد الحجة، جهاد البرهان، جهاد الدليل، جهاد الإيضاح والدعوة، جهاد القرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا. وإنني بهذه المناسبة أحذر كل مسلم من أن يجعل الجهاد صنفا واحدا، وهو القتال في سبيل الله ولا غير، بل الذين يبينون دين الله ويعلمون الناس شرع الله ويدلون الناس على طريق الله ويدعون الناس إلى التزام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن دين الله تحريف الغالين وتبديل المبطلين، ويقومون بدعوة أهل الجاهلية وأهل الكتاب والمشركين إلى التوحيد. كل هؤلاء مجاهدون، وكلهم على خير وعلى بصيرة وعلى أمر من ربهم سبحانه وتعالى. كما أن المجاهد الذي حمل سيفه وحمل روحه على بيده ليقاتل أعداء الله أيضا هو مجاهد حق، ولكن لا يعني ذلك أن يحقر أحد من الصنفين صاحبه، لأن بالاثنين يقوم الدين. اسمعوا إلى قول الله عز وجل في آخر سورة التوبة، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل النفرة لطلب العلم كالنفرة للجهاد في سبيل الله. فالذي ينفر الجهاد في سبيل الله يسمى نافرا في سبيل الله، والذي ينفر لطلب العلم وليعلم الناس أو يتعلم دين الله لينقله إلى من لا يعلمونه يسمى نافرا في سبيل الله. وهذا يبين لنا أن الأمة تنصر بنوعين من النصر: جهاد الكلمة والدليل
والحجة والبرهان، وجهاد السيف والسلاح والسنان. ينبغي على المسلمين أن يتصوروا ذلك جيدا، وأن لا تحقر طائفة منهم الطائفة الأخرى، أو تظن أنه يكتفى بإحداهما عن الأخرى، بل نحن بحاجة إليهما. لكن الجهاد الذي يستمر ولا يتوقف، الجهاد الذي لا ينقطع أبدا بأي سبب من الأسباب، الجهاد الذي يكون داخل الصف المسلم ومع عدونا ومن لا يعلم ديننا، هو جهاد القرآن، جهاد الكلمة، جهاد الحجة، جهاد الدعوة. هذا مع كل أحد، مع كل الناس، في كل الأوقات، في كل الأزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما جهاد السنان والسيف والسلاح والعدة والعتاد والقتال، فإن هذا يكون متى احتيج إليه، وإذا لم يحتج إليه فإنه لا يكون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يفقهنا بأحكام شرعنا، وأن يجعلنا ممن يجاهدون في سبيل الله بالسيف والسنان والكلمة والبيان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.